السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرت عن حالتي وعن العلاج اللي أنا يعني تعالجت به قبل. أنا صالح بن جدو العازمي. قبل 34 سنة صابني سرطان في الغدد الليمفاوية. جاتني أورام وحولوني على المستشفى الملك خالد حق الحرس الوطني اللي في جدة، واتضحوا أن عندي مرض وقالوا لازم تاخذ الكيماوي. وقعت عليه وقمت اخذ الكيماوي، وقال 4 شهور 5 شهور. المهم اني استمريت تقريبا سنة وشهرين او اكثر، وصرت ما استفدت يعني اونس. عطوني الكيماوي كل 21 يوم جلسة، وحتى الشعر عندي كل 21 يوم جلسة. كملت حول 7 شهور او 8 شهور. تليموا عندي دكاترة وقالوا ما عاد نقدر نعطيك شيء الا في حل واحد، زراعة نخاع، و 8 شهور. خطير جدا جدا جدا، يمكن لي يقلب كلوها. انا ايست يعني، والحمد لله رحمة الله ما ييس منها. اخذوا من جسمي، اول بغى ياخذون اخواني، يطلبون اخواني يقول ناخذ اللي دمه يناسبك، وتالي قال لا نكتفي من جسمك. عطوني سووا لي زراعة النخاع، وعطوني كيماوي مكثف، وحطوني في العزل 17 يوم ممنوع، ما يجيني احد يقول ما معك مناعة. وعقبه جاني الدكتور وقال له الخطر زال. كملت لي شهر وخرجوني، قالوا ما عاد عندنا لا حبوب ولا شيء ولا العلاج، واخذته واحمد الله واشكره على دبرة الله، والحمد لله على عافيته. طلعت واخذت لي تقريبا 4 شهور ورجع نفس المرض. طلعت اورام في الرقبة عندي وفلباط وفسفل البطن، وطحت، وجاني ألم شديد 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 في العمود الفقري. رجعت لهم ما عاد امشي الا فني احد اخواني على عربية. جيت الدكتور اخذ فحوصات، قالوا وش تذكر شيء رجع لك؟ وش فيه؟ انتم ما حميتوني عن شيء، ما اذكر شيء. قال انتشر عندك في البطن، في البطن وفي الطحال وفي العمود الفقري وفي الريتين. ولا انا ما نوموني، قال ما نقدر ننوم. عطوني علاج زي الكيماوي اللي قبل يخفف عني، قال لا ما نعطيك بعد زرعة النخاع والكيماوي المكثف شيء. عطوني مسكنات فقط، اللي صارفهن اللي مستلمهن من الصيدلية اخوي. اثر اخوي عود لهم، وقال فيه دكتور اسمه بيتر تالوس، ما نسيت اسمه، امريكي. عود اخوي ونشدهم وقال ما عاد العلاج، ما علمني والله، بس جاب المسكنات. جيت هناك قالوا لي الوالد الله يرحمه فيه علاج مذكور اللي ذاكره حياته، سعيد بن راشد الزروط الله يرحمه. قالوا انه معطيه ابن اخيه ولد مفلح امطيري، وطاب مفكوك الراس مرتين، وطاب عقب اللتم عقبها العلاج هذا. وش هو العلاج؟ قال نروح ندوره. جابوها الرياقيل قشعة اسمها ديد الضبعة. وفيه ناس، انا هالحين فيه ناس يكتبون ان ديد الضبعة سامة. نعم فيه نوع سام، وهي اعشاب تشابه، 3 انواع تشابه. انا استخدمتها، شربتها، فيها بخور وفيها سبوح، والباقي شراب. يوم جالي 12 يوم والله ما عاد ذقت الحمد لله مسكنات. يوم جالي 25 يوم انفتحت نفسي للشاي وقمت اكل، واصلت عليه. يوم جالي 50 يوم الاورام اللي في الرقبه من يمين ومن يسار، في قعداني وفلباط عندي واسفل البطن، راحا. واصلت وقمت ومشيت وسقت. يوم تم لي 4 شهور بالضبط والله ما خليت الا ونه يوم. طبت الحمد لله، ورحت للمستشفى وجدت موعدي وقابلت الدكتور وطلبت فحوصات كاملة، واخذت فحوصات وطلع التحليل عندي والفحوصات سليم بالمية. قال لي الدكتور تفاجأ، قال وش انت مستخدم؟ قلت انا استخدم كذا وكذا اعشاب.
أمريكا ما قلت أعشاب ما يعرف، قلت خضرة. الحمد لله. قال سليم، سليم بالمية مية. اكتب ولي أنا أقول ربع حلبة ربع حلبة وطنية حقت القصيم، ربع كيلو حبة سوداء القصيم، 400 جرام ثوم، 100 جرام عويدي، 400 جرام ديد الضبعة. وكل واحد ينتبه، اللي يبي يشوفها علشان ما يغلط، أنا أصورهن عندي الزينة والمسموم موجودة وتراهن يتشابهن. 5 اللي أنا ذكرت يطحنن كلهن ويحطن في قدر ويحط عليها 17 لتر. اليوم اللي جمعت هذا اللي إياه 5 اللي أنا ذكرت يطحنن كلهن ويحطن في قدر ويحط عليها 17 لتر مكتين يغلي، ويطفى النار عنه ويخلى لين يبرد ويصفى ماء ويحط في قراكل. يشرب من 3 مرات في اليوم. مقاس بيالة ونص بادريق، البيالة بادريق بيالة ونص 3 مرات في اليوم لمدة 45 يوم على حمية. الحمية على لحم المعزة وعلى لحم الإبل طبعا ومشتقاتها كلها، حليب والدجاج ومشتقاته وجميع الحوامض والزيوت كلها ما عدا زيت الزيتون، لا زيت هذا اللي وجوا الفلفل الحار والدسومة الزايدة كلها. اللي مسموح لحم طلي صغير ابو 2 أو 3 شهور ويستحب الرخل أحسن لمدة 45 يوم. وبعد 45 يوم يستمر المريض على العلاج حسب حالته والشراب حتى الشفاء إن شاء الله، ويتابع نفسه بالتحاليل. أنا شرحت لكم العلاج اللي أنا استخدمته وعطيتها بعض أقاربي وطابوا.